والله العظيم الواحد كل ما بيتعلم أكتر ويتعمق في الدراسة أكتر وأكتر، كل ما بيكتشف إن الدين الإسلامي ده دين عظيم، أعظم من أي حد فينا ممكن يتخيل، وإن أي حكم من أحكامه ولو صغير قد كده هو عبارة عن معجزة في حد ذاتها. يعني أنا من فترة قررت إن أنا هبطل أسمع أغاني نهائي، بعد ما سمعت لكذا شيخ وشفت كذا رأي وكان فيه اختلاف في الآراء، بس أنا استفتيت قلبي وخدت بآراء مشايخ كبيرة واتأكدت من الحديث الصحيح، وقررت إن لأ، المعازف حرام، فأنا هبطل أسمع أغاني. بس كان عندي مشكلة، ليه؟ الأغاني حرام ليه؟ دي حاجة لطيفة ولذيذة وبتغير المود بتاعنا، ولو حد فينا زعلان أو متضايق بتعبر عن مشاعره وتخرج النكد اللي جواه والطاقة اللي جواه، فليه؟ لحد ما اكتشفت إن الأسباب اللي أنا قلتها دي بالظبط هي اللي مخلية الأغاني حرام. أنا مش بفتي في الدين ولا أقدر أتكلم في الدين، أنا قلت لكم قبل كده في الفيديو بتاع الصلاة إن أنا مش مؤهلة لده تماما، بس أنا جاية أتكلم من وجهة نظر العلم وعلم النفس والطب. الأغاني إزاي بتأثر علينا بالسلب، وإزاي ليها أضرار علينا أكبر مما احنا ممكن نتخيل، وهسيب لك انت القرار ساعتها، هتشوف ان الأغاني فعلا حرام وبتأثر علينا، ولا لا عادي دي لطيفة ولذيذة وبلاش نحبكها وناخد بآراء الشيوخ المتساهلة أو الداعية الإسلامي اللي يبقى متساهل ويقولك ان الأغاني حلال. احنا عارفين ان القاعدة الأساسية في ان الحاجة حرام ولا لأ، هل هي مضرة ولا لأ. تعالى بقى لما اقولك الكارثة، الأغاني دي بتأثر علينا وبتدمر الأجهزة العصبية وبتدمر الهرمونات ازاي. خلينا الأول نتكلم ازاي الأغاني بتأثر على الهرمونات بتاعتنا. لو انت بتسمع أغنية حلوة، أغنية فرفوشة كده ومزاجها حلو والمود بتاعها لذيذ، ده بيأثر على هرمون اسمه هرمون الدوبامين. الهرمون ده اللي مسؤول عن السعادة والفرحة والمشاعر والحاجات اللي بتتحرك جوانا قوي دي. فلما بتسمع الأغنية وتندمج معاها بتطلع الهرمون ده لسابع سما، بتخليه يضرب كده في السما مرة واحدة، وطول ما الأغنية شغالة انت عايز تقوم ترقص ومبسوط وقلبك بيدق وحاسس ان انت عايش حالة حب مش طبيعية، حتى لو انت اصلا سنجل ومفيش في حياتك حد. وأول ما الأغنية تخلص وتبطل كده تتردد في ودانك وفي دماغك، انت بتنزل بالهرمون ده من سابع سما لسابع أرض، بتاخده تراك مرة واحدة. هو ما بيبقاش فاهم ايه اللي حصل، فبتلاقي نفسك فجأة بقيت متضايق او مش تمام او في حاجة مش مظبوطة او همدان مش مظبط. ده ما بيحصلش من اول مرة ولا مرتين، ده بيحصل مع الادمان. انت بالظبط الاغاني الفرفوشة دي جسمك بيتعامل معاها زي كأنك خدت حباية من اياها، بيخلي كده عندك نشوة ولذاذة واحساس حلو قوي، وفجأة خالص. وعلى العكس تماما، لو انت بتسمع اغنية كئيبة وحزينة، الهرمون اللي بيتفرز في جسمك اكتر هو هرمون الكورتيزول. الهرمون ده مسؤول عن التوتر والقلق. ده مش بس في الأغاني الحزينة، ده في الأغاني الحزينة أو الأغاني اللي النغمة بتاعتها سريعة وبوم طخ في نفسها دي، فبيحصل عندك توتر وقلق بسرعة. هتلاقي نفسك بعد ما خلصت الأغنية متوتر ومتضايق وحاسس ان انت عايز تقطع شرايينك وان انت اتخنت 3-4 مرات وانت برضو نفس السنجل اللي كنت في الأغنية اللي فاتت. ده الأنيل كمان لو انت بتعمل ميكس ما بين الأغاني، حاطط كده بلاي ليست عشوائية تشغل لك شوية أغنية لذيذة لطيفة كلها ضحك وحب، وبعدين شوية أغنية رومانسية هادية، وبعدين أغنية كلها نكد وعياط. فالميكس ده بيخلي هرموناتك مش فاهمة انت بتعمل ايه بالظبط، انت واخدها رايح جاي بتلطش فيها، الهرمونز بتاعتك بيحصل لها حالة من الهبل. الأغاني مش مجرد بتأثر على مزاجنا، لكن دي كمان بتبرمج مخنا. يعني العقل أو المخ متعود إن هو بيربط المواقف الحزينة أو المواقف اللي فيها فرح وسعادة بالأغاني اللي اتسمعت وقتها، أو بالروايح اللي احنا بنشمها، أو بأي علامة كده. بس الأغاني هي أقرب حاجة، لأن احنا قلنا إن هي اتحكمت في الهرمونز بتاعتنا. فاللي بيحصل ان انت مثلا على سبيل المثال كنت مرتبط بواحدة وبتحبوا بعض قوي ومتعودين ان انتوا بتسمعوا اغنية مع بعض،
بعد ما سبتوا بعض واتخانقتوا وحصلت مشاكل، أول ما بتسمع الأغنية دي في أي حتة أو حتى بداية الموسيقى بتاعتها بترجع تفتكر البنت دي تاني، يرجع لك نفس المشاعر تاني وتفتح عليك وجع وتعب. فالأغاني كأنها زرار راحت داست عندك تاني على مشاعر الوجع بتاعتك وعادت كل المشاعر من أول وجديد. فبتلاقي نفسك كده من غير أي أسباب حاسس إن أنت متضايق وموجوع ومش كويس من غير ما تفهم فيه إيه. كمان مع التكرار وعدد السنين اللي أنت بتسمع فيها موسيقى، عقلك أو مخك بيتعود إنه لو عايز يغير حالتك المزاجية يروح على طول للموسيقى والأغاني. الموضوع بيبقى شبه إدمان صغير. فبدل ما انت تواجه مشاعرك وتحاول ان انت تهدي نفسك بذكر او دعاء او انك تقوم تصلي ركعتين، بتروح بسرعة تجري على البلاي ليست اللي انت مجهزها للاغاني وتدخل بقى في الاغاني وتلعب في المود بتاعك زي ما انت عايز بالموسيقى. هو على فكرة أنا كنت زيك وكلنا بنقول نفس الكلام، عادي يعني، ما أنا بصلي وبقرأ قرآن وفي نفس الوقت بسمع أغاني. يا عم ده ساعة لقلبك وساعة لربك، والأغاني عمرها ما وقفتني إن أنا أقرأ قرآن. والله العظيم والله العظيم أنا كنت بقول زيك، بس عمري ما عرفت أحس بالقرآن قوي أو إن هو يأثر في قلبي ويأثر في مشاعري طول ما أنا بسمع موسيقى. كنت بلاقي نفسي كده مخصصة وقت للورد بتاعي في آخر يومي لو لحقت، أو أجي فترة أنتظم وأقول لا 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 مهما حصل أنا هسمع القرآن أو هقرأ قرآن في الوقت بتاع الورد بتاعي لو حصل إيه. بس عمره ما أثر فيا، وبلاقي نفسي ساعات بكسل، ساعات بكبر دماغي، ساعات للأسف والله من كتر ما الشيطان بيتحكم في الواحد وانت بتقرأ القرآن بتلاقي نفسك الموسيقى والأغاني عمالة تتردد في ودنك مش خارجة من دماغك. واستغفر الله العظيم، وصلت مع ناس أنا أعرفهم شخصيا إن بدأوا وهم بيقروا القرآن يتنغم في ودانهم كأنه أغاني. الموضوع بقى مسيطر عليهم بشكل مش طبيعي. بس خلينا في العادي، خلينا في الناس العادية اللي زي وزيك اللي بنقول احنا نسمع قرآن شوية او نقرأ قرآن شوية ونسمع اغاني شوية. بذمتك كم مرة لقيت نفسك في المواصلات وايدك راحت ان انت تسمع قرآن قبل ما تسمع اغاني اسهل؟ مش هتلاقي. جرب كده زي ما انا ما عملت، وقف اغاني فترة وفي كل مرة تقرر ان انت عايز تفتح اغنية تدخل بسرعة تفتح قرآن بدلها او تقرأ قرآن. اولا هتلاقي نفسك بتسمع عدد من القرآن او بتقرا ورد اكبر بكتير من اللي انت كنت بتقراه في العادي. بدل ما كنت بتقرا 10 دقايق ربع ساعة او تسمع 10 دقايق ربع ساعة، انت بقيت بتسمع وبتقرا 4-5 ساعات في اليوم. ما انت شلت الاغاني وحطيت القرآن بدلها. ده غير انه والله العظيم هتستشعر كل كلمة فيها بجد، لان انت فضيت جزء كبير من قلبك كنت شاغله بالاغاني وخليته لربنا بس وخليته للقرآن بس. التأثير الثالث هو التأثير النفسي. عشان ما تهوش مني، احنا اتكلمنا في الاول ان في تأثير على الهرمونز، بعدين قلنا ان في تأثير على المخ والاعصاب وده اتكلمنا فيه كتير جدا. تعالوا بقى نتكلم ازاي الموسيقى بتأثر علينا تأثير نفسي، ليه هي حرام من ناحية التأثير النفسي. وهنا هنقول ان المشكلة الأكبر في الأغاني مش الموسيقى بس لكن كمان الكلمات، لأن الكلمات بتأثر على عقلنا الباطن وبتتحكم فيه. والجزء ده اللي فسر لي ليه الكلمات بتاعت الأغاني كمان حرام. يعني على حسب اجتهادي وعلى حسب ما سمعت شيوخ بيقولك ان الاغاني حرام علشان الموسيقى نفسها او المعازف نفسها حرام، والكلمات لها ما لها وعليها ما عليها. يعني لو كلمات الأغاني دي بتتكلم في حب وغرام وخيانة وعياط ونكد والكلام ده فهي حرام. لكن لو كلمات أغاني وطنية تحفيزية اجتماعية في حب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أي أغاني بعيدة عن الحب والمشاعر والدلع والهيام، فالكلمات في حد ذاتها مش حرام لكن تكون من غير موسيقى. فبرضو ما كنتش فاهمة ليه ما الكلمات كلمات. لكن في التأثير النفسي زي ما قلنا ان هو بيأثر على عقلك الباطن، فهتلاقي كل ما انت ما بتسمع اغاني عن الخيانة خلاص الخيانة بقت كلمة مألوفة في دماغك. كل ما بتسمع اغاني كئيبة خلاص الكآبة والغدر وغدر الصحاب والوجع بقى برضو مألوف جوه دماغك.
فالحاجات دي على قد ما هي ما بتبقى مألوفة، احنا بنبدأ نتعامل معاها ان هي واقع. انا لما ارتبط هتعامل ان لا، امتى هتخني عشان اشغل اغنية الخيانة؟ اصحابي كلهم غدارين وكدابين، مفيش حد سالك. خلاص انا الاغاني اثرت عليا وكلماتها اثرت عليا ان ما بقاش فيه ثقة في اي حاجة. وانا الكلام ده زي ما قلت بيبقى في عقلي الباطن، عقلي اللاواعي. يعني انا ما ببقاش فاهمة ولا واعية ان انا مشاعري المضطربة دي او الافكار الغريبة اللي عندي دي بسبب شوية اغاني انا بسمعها. في النهاية الموسيقى مش مجرد لحن، دي حاجة بتأثر على كيمياء المخ، بتأثر على جسمك كله وعلى قلبك وعلى عقلك. والدين سبق العلم، عشان كده حرمها من قبل ما احنا بعقلنا المحدود قوي نكتشف ليه الأغاني ممكن تبقى حرام. ربنا قرر ان هو لازم يحافظ على عقلنا وقلبنا قدر الإمكان، علشان كده لازم نتبعه واحنا معميين. مش لازم تعرف دلوقتي سبب كل حاجة هي ليه حرام وليه غلط، اعمل بس اللي ربنا قال عليه وامشي وراه وانت مسلم نفسك، وقدام هتكتشف ان رحمته بينا اكتر مما احنا ممكن نتخيل، واكبر مع عقلنا الصغنن قوي ده ممكن يستوعب. هطلب منكم طلب انا ما بطلبوش كتير في الفيديوهات، بس يا ريت عشان انا وانتوا ناخد الثواب شارك الفيديو ده مع حد انت بجد بتحبه. ويا ريت انتوا الاتنين تحاولوا مع بعض ان انتوا تبطلوا تسمعوا اغاني بالتدريج لحد ما الموضوع يبقى خلاص عادة في حياتكم. والله انا في الاول كنت مستصعبة الموضوع، بس كنت عمالة بقول طب هي الاغاني دي فارقه معايا ايه في حياتي؟ يعني الاغاني دي واقفه عليها ايه في حياتي قوي عشان اقعد اخد عليها ذنوب على الفاضي؟ الواحد كده كده بياخد ذنوب مش ناقص يزودها على نفسه. فارجوك ارجوك شارك الفيديو ده مع حد، وابدأوا مع بعض بجد. حاولوا ان انتوا تاخدوا الخطوه، وادعوا ان ربنا يثبتكم وان يكون ليكوا الثواب ويكون ليا جزء ولو بسيط معاكم.